عملت براندنج، اشتغلت على عمل ديزاينز، عملت ديزاينز مختلفة. أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة بكونسبت مختلف وأنا هعمله أكنه لاين ببراند. طب خلاص أنا عملت اللاين ده وعملت براند، طب أنا محتاجة أسوقه. أكيد. فكرت طب إن أنا أأجر شوروم، بس لو أجرت شوروم طب أنا هيبقى عندي عمالة، عندي overheads، هل أنا أقدر إن أنا أعمل ده دلوقتي؟ أكيد لأ. ففكرت طيب خلاص أنا هتجه للإي بلاتفورمز والإي كوميرس. أنا هعمل بيج وإن أنا هحط عليها المنتجات بتاعتي بالبراندنج اللي أنا عاملاه المختلف. طيب هل ده كفاية؟ أنا مش ببيع تي شيرت أو حاجة الكلاينت ممكن ياخدها يجربها، هي it's a furniture piece، لازم برضو تبقى ملموسة، يشوف الكواليتي، يشوف التكستشر بتاعت المنتج عاملة ازاي. طب اعمل ايه؟ بدأت افكر ان انا اكلم الكونسبت ستورز اللي موجودة اللي هي بتعرض البراندز بتاعت الناس، ان انا اتواصل معاهم وان انا اعرض المنتج بتاعي عندهم.